كابتن مدحت، مساء الخير يا كابتن ايمن. اولا مبروك للاسكندريه ومبروك لكل اعضاء وجماهير النادي. انما انا بس الحقيقه حبيت اعمل المداخله لان انا شايفكم شويه بتتكلموا بمنطق ثم ترجعوا تتكلموا تاني في امور تنظيميه، واحنا في حدوته كلها لا منطق. اتفضل اتفضل يا دكتور. انا عايز اقول لحضراتكم ان احنا كلنا لاخر لحظه حتى يوم اول مباراه في بدايه الدوري كلنا كنا نعلم تماما ان ليس هناك اي فرصه لعوده الدوري، وكبار المسؤولين اكدوا هذا الكلام. فليس من العدل بعد ما كل الناس ادتنا الاحساس ان مفيش دوري عام، خلت كل الانديه او معظم الانديه او على الاقل ال10 او ال12 نادي اللي النهارده ظروفهم قريبه من بعضها كانت في حاله تخدير، ما كانش فيه الاستعدادات الجيده زي بدايه المرحله بتاعه الاعداد الاولى لما اتقال في الاول ان في دوري ثم تم الغاء الدوري مره واثنين وثلاثه. فانا لا اتصور ابدا انه يبقى من العدل واحنا كلنا كان كل حلمنا عشان مصر وعشان نقول ان مصر في امان، واعتقد ان انتم هتوافقوني في هذا الكلام، ودي كانت الرساله الاساسيه من عوده الدوري بهذا الشكل الشاذ، هو ان احنا نلعب. وانا هفكر الكابتن مدحت ان يوم اول مباراه انا اتصلت بالكابتن حسن حمدي وبالاستاذ ممدوح عباس، وكنا مش مصدقين واحنا رايحين الاستاد ان المباراه هتتلعب، والى درجه ان احنا قلنا هنتوجد في الملعب لان كانت الظروف وقتها صعبه، وكلنا مجتمعين على ان رساله الامان وعوده يعني جزء كبير من الامن لمصر هتكون من خلال الرياضه، فوافقنا كلنا في الظروف الصعبه دي. فانا عايز اقول ان مش من العدل ان احنا نتكلم على ملاعب، الموضوع مش موضوع ملاعب ولا موضوع حتى تكافؤ الفرص ابدا، كل هذا الكلام حطوه جانبا. الموضوع ان كلنا قابلنا ان احنا نضحي في المشاركه في الدوري العام من اجل مصر ومن اجل عوده الامن ومن اجل امور اكبر من الجميع. فلا يجب النهارده على الانديه انها تدفع هذا الثمن، خاصه ان السنه الجايه احنا كلنا نعلم ان النادي المصري بحكم المحكمه وبحكم ما تم الاتفاق عليه سيعود الى الدوري العام، وبالتالي دوري المجموعتين هيبقى مفروض علينا، لان لا يمكن المصري هيلاعب النادي الاهلي وانتم عارفين هذا الكلام في ظل الظروف المستمره، وبالتالي دوري المجموعتين هو الدوري اللي قائم. ودوري المجموعتين لو بقينا 18 او لو بقينا 20 يمكن ال20 افضل من ال18، وكده نتساوى وكده كلنا نرجع بقى نقول دي الفرصه الحقيقيه بس بكلامك هيبقى 22 مش 20 بوجهه نظري. حتى لو 22 في دوري المجموعات هذا الكلام ما يبقاش صعب وما يبقاش فيه اي ازعاج، ولكن يبقى كده ده عدل، لان كده كلنا اتساوينا وكل واحد بقى عرف راسه خلاص في دوري هيتلعب سواء بقى ملعبي خارج ملعبي. انما ما ينفعش ان انا احط مصر قدامي وما ينفعش ان انا اتجاوب عشان مصلحه اكبر من الجميع وبعدين النهارده يضحى بمجموعه من الفرق او طيب وجهه نظرك وصلت يا دكتور يا عفت بمحبتك للاتحاد السكندري، عشان لو قلت حاجه على غير الحقيقه انا هقول كان في رهان بيني وبين حضرتك على ان الدوري سيستأنف، قلت لي مش هيستأنف، قلت لك 200,000 جنيه رهان بيني وبينك، ده حصل ولا ما حصلش؟ ده حصل ثانية نقطة دقيقة واحدة بس، انا هاخد نقطة هنا. لا انا عايز اكمل في سكة تانية. ده بيأكد ايه بقى؟ ان انت كنت متأكد ان مفيش دوري. ان ده مش انا، خلي بالك. اوكي لا بس انا مش عايز القصة دي، مش عايز القصة دي. المسؤولين اللي كانوا بيقولوا لنا انا مش عايز القصة دي، اصبر عليا. انا بأؤكد ان انت بالفعل والمسؤولين كانوا بيأكدوا لك، لكن انت بتقر ان كان في ما بيني وما بينك 200,000 جنيه. تمام. طيب وانت راجل بتفي بالوعد، انا بطلب من حضرتك تبعت ال 200,000 جنيه بشيك بكره للاتحاد السكندري، وانت راجل بتحب الاتحاد وبتفي بالوعد. احنا باعتين ال 200,000 دي، انت عارف انا ليا رصيد كام في النادي يا كابتن؟ ماليش دعوه، انا اللي كسبتهم وده حقي، انا مش مديون لك بحاجه، ده مكسبي
انا بطلب منك شيك بال 200,000 يروح الاتحاد السكندري بكره عشان تحرم توفي تخش على بوعدك الهوا. وعهدك توفي بوعدك يعني وعهدك. نادي الاتحاد بالنسبه لي اسكندريه كلها شايفاك دلوقتي. يا دكتور أنا الكلام جوه، أنا الكلام بره يا القصة- دكتور يا القصة دكتور يا مدحت مش دي القضيه. لا دي القضيه بالنسبه لي. يا دكتور ها. يا دكتور الكلام واضح. كلام هو واضح. الراجل له عندك 200,000 جنيه ولا مالوش؟ لا له. الله روح ينور. ابعتهم بكره بشيك لنادي الاتحاد الله بصرف ينور. النظر. وعد الحر دين عليه يا دكتور. يا اما اقول لك حاجه قال اقول لك لك حاضر. المهم خلاص. بس المهم انتوا هتتبنوا الفكره اللي احنا بنتكلم فيها دي لا يا ولا لا؟ دكتور، أقول- بعد الشيك دي واحده لو كده ما بعد بعتش الشيك الشيك ما ابعت الشيك يوصل لمدحت بعد الشيك لحامله وانت ابعته للاتحاد. لا هو هيبعته الاتحاد بعد الشيك ما يوصل. اوعدك بامور هتسعدك. تمام. هيكون في الاتحاد بكره الشيك الساعه كام؟ على فكره انا مش بتكلم بس نادي الاتحاد طبعا هو بالنسبه لي هو البيت بيتك اللي الأول، بتكلم عنه، بيتك لكن الأول. انا بتكلم كمبدا عدل. أوكي. لان ما ينفعش ابدا اللي أوكي. بيحصل يعني. طيب بقى هيكون الشيك بكره الساعه كام في الاتحاد يا دكتور؟ خلاص انا هكلم حازم بقى ولا لازم هكلم ابارك له؟ لا بس عشان انا هبعت بكره هصور اللقطه دي. هتبعته الساعه كام؟ هتبعته الساعه كام يا دكتور؟ وبعدين معاك يا مدحت. لا كده ده انت قدام يعني المداخلة- اسكندريه. هي الغرامات مش هتقف ولا ما هو ده إيه؟ حقي اللي يا انا كنت دكتور، سايبه. يا حقي دكتور. اللي انا كنت سايبه. دي اغلى مكالمه تليفون اتكلمتها السنه دي ب 200,000 أبداً. جنيه. والله ابدا لنادي الاتحاد ابدا ما تقلقش. طب يلا حاضر، ابعت عينيا. بقى بكره الساعه الساعه كام يا دكتور حاضر، بكره؟ حاضر الساعه كام؟ الساعه كام؟ اي وقت الساعه 1 الساعه 2 اي وقت. الساعه 1 هيكون محمد الجزار بالكاميرا هيستقبل حضرتك لا ودي يستقبلني محبتك. إيه؟ انا مش موجود في المندوب- اسكندريه. المندوب اللي هيروح. انا مسافر بره مصر الحقيقة، المندوب لكن اللي أنا هيروح. هبعت بكره حاضر. مندوب الساعه 1 شيك ب 200,000 جنيه وبعد حاضر. كده على الهوا هقول لك كلام يسعدك. طيب عشان بس أشكرك. نطمن الناس لان احنا كانت لنا رؤيه من البدايه فالناس تبقى فاهمه ان رؤيتنا الحمد لله سليمه يعني. انت طول عمرك رؤيتك جميله يا دكتور عفت وهؤكد جمالها بكره الساعه 1 ان شاء الله. حاضر. اتفقنا اشكرك يا كابتن دكتور مجدي. عفت. اشكرك يا دكتور عفت. اتفضل يا حبيبي. شكرا جزيلا. اذا ان شاء الله غدا في الواحده هيبقى في شيك ب 200,000 جنيه في نادي الاتحاد السكندري.